تخيل بقى ان انت معاك مبلغ معين وليكن 100,000 جنيه وقدرت ان انت تحقق منه 50% لمدة 10 سنين متواصلة. الرقم اللي هيطلع لك بعد 10 سنين الحقيقة هيكون رقم مرعب، وهو حوالي 5,750,000 جنيه، يعني حوالي 5750% من الرقم اللي انت استثمرت بيه في البداية. ولو كملت 5 سنين كمان على نفس المنوال احب اقول لك ان الرقم ده هيوصل ل 44 مليون جنيه. القوة المركبة الخارقة. حضرتك تعرف ان 81.5 مليار دولار من اصل 85 مليار دولار وهي صافي ثروة الملياردير الامريكي وارن بافيت كسبها بعد سن ال 65. دي كانت بدايه الفصل الرابع من كتاب سيكولوجيه المال للكاتب مورجان هاوسل، واللي بيحكي فيها عن قوه الفايده او المكسب المركب، واللي معظمنا ما عندوش فكره عنها نتيجه الاستعجال والطمع احيانا ونقص الخبره في معظم الاحيان. وبيستشهد الكاتب بنظريه حصلت في مجال تاني خالص غير الاقتصاد، وهي العصر الجليدي اللي عاش فيه كوكب الارض من الاف السنين. وبيقول لك بقى ان تفسير حدوث الكميات الرهيبه دي من الجليد المتراكم كانت لغز محير للعلماء على مدار السنين، لحد ما جه عالم روسي اسمه فلاديمير كوبين وجاب الخلاصه في القصه دي. باختصار كده الارض بتلف حوالين الشمس والقمر نتيجه الجاذبيه اللي بتتعرض لها من خلال الشمس، والجاذبيه دي بتاثر على حركه الارض وميلها ناحيه الشمس، وده بيخلي مناطق معينه من الكره الارضيه بتاخد اشعاع شمسي متفاوت بدرجه اقل او اكبر من غيرها. على سبيل المثال قاره افريقيا اللي بتتميز بدرجات حراره عاليه طول السنه، وده طبعا لانها قريبه جدا من خط الاستواء، والقطب الشمالي اللي بيتميز بدرجه حراره منخفضه جدا طول السنه تقريبا، وبتوصل احيانا لسالب 60 تحت الصفر. عارفين الشتاء الطويل اللي سمعنا عنه في مسلسل جيم اوف ثرون؟ ده بقى الشتاء اللي اطول منه. ما طولش عليك عمنا كوبين اكتشف ان درجات الحراره المنخفضه جدا المستمره على مدار السنين دي هو الصيف معتدل الحراره والمائل للبروده، مش الشتاء الطويل. طب ازاي يا عم كوبين الصيف هو اللي يشكل التلج مش الشتاء؟ قال لك بسيطه، لما الصيف بيكون جاي مش حر كفايه عشان خاطر يقدر يدوب التلج بتاع الشتاء اللي قبله، فالقاعده الجليديه المتبقيه من الشتاء اللي قبله بتعكس معظم اشعه الشمس بتاعت الصيف ده، وبتحافظ كمان على درجه حراره الارض منخفضه لحد موسم الشتاء اللي بعده، وبالتالي بتسهل عمليه تراكم الجليد في موسم الشتاء اللي بعده. والعكس برضه صحيح، اما بتكون حراره الصيف عاليه زي افريقيا مثلا فاشعه الشمس بتدوب التلج باستمرار وبتحافظ على درجه حراره الارض عاليه دايما، وده بيمنع تكون طبقه جليد في موسم الشتاء اللي بعده وهكذا. وهنا الكاتب بيقول لك انه سبب بسيط جدا زي طبقه الجليد الرقيقه دي هي اللي ادت لتكون الثلوج اللي ادت لوجود العصر الجليدي من الاساس. وبعد كده الكاتب رجع مباشره لبطل القصه بتاعنا، وهو الملياردير وارن بافيت، اغنى مستثمر في الاسهم على كوكب الارض تقريبا، واللي بيمتلك شركه بيركشاير هاسواي اللي تعتبر واحده من اكبر الشركات الامريكيه في القيمه السوقيه. وبدا يقول لك ببساطه ان راجل قوته ما كانتش في ذكائه الرهيب ولا عقله اللي مفيش منه اتنين، لكن الحقيقه ببساطه كانت استمراريته في نفس الاداء الثابت المتوازن على مدار 75 سنه. الراجل بدا استثمار تقريبا وهو عنده 10 سنين بس، وفضل مستمر على نفس المنوال لحد ما وصل ل 30 سنه، وساعتها كان معاه حوالي مليون دولار تقريبا، والكلام ده كان من حوالي 62 سنه، فده كان رقم ضخم جدا وقتها. المهم عمنا وارن بافيت ما وقفش وفضل يحقق عائد سنوي مستمر حوالي 22% كل سنه على ثروته. والاغرب بقى ان الراجل ده لو كان قرر ان هو يوقف استثمار عند 65 سنه ويقعد يلعب مع احفاده كان زمانه بقى معاه مليار دولار بس، يعني الراجل عمل 99% من ثروته بعد سن 65 سنه. وبعدها الكاتب راح مباشره على مثال تاني، وهو راجل اسمه جيم سايمونز، وهو رئيس صندوق استثماري مشهور جدا اسمه رينيسانس تكنولوجيز، والراجل ده عنده دلوقتي حوالي 85 سنه، يعني من دور عمنا الملياردير وارن بافيت واللي عنده حوالي 92 سنه. والجامد بقى قوي في الموضوع ان هو قدر يحقق عائد سنوي بيوصل ل 66%، يعني 3 اضعاف العائد اللي عمنا بافيت بيحققه في السنه. طبعا هتقول لي ان عمنا جيم سايمونز اكيد اغنى من وارن بافيت، لكن الحقيقه ان هو قدر يحقق العائد ده بعد سن 55 سنه بس، وقدر بعدها ان هو يحقق ثروه بتوصل ل 28 مليار دولار حتى وقتنا هذا. هنا بقى الفكره بتاعت الكاتب تبان بشكل قوي جدا، انه برغم ان اداء الحاج سايمونز اعلى بكتير من وارن بافيت سنويا الا انه ما قدرش يوصل حتى ربع ثروته، لان ببساطه وارن بافيت قدر ان هو يحقق نسبه ارباح متوسطه سنويا ولكن لعدد كبير جدا من السنين، وهي 75 سنه تقريبا، وده رقم هلامي جدا لحد ان هو يقدر يحقق نسبه الزياده المتواصله دي على مدار 75 سنه. وخلي بالك ان الراجل ده عدى عليه احداث اقتصاديه وازمات اقتصاديه كتير جدا، ويمكن تكون اكتر من اللي انا شفتها على مدار حياتي كلها. اما عمنا جيم سايمونز فلعبها بخشونه حبتين، طمع في ارباح اكتر الا انه ما قدرش يوصل للمستوى ده الا بعد 50 سنه كامله من عمره. وهنا تقدر تفهم فكره المكسب او الفايده المركبه. تخيل بقى ان انت معاك مبلغ معين وليكن 100,000 جنيه وقدرت ان انت تحقق منه 50% لمده 10 سنين متواصله. الرقم اللي هيطلع لك بعد 10 سنين الحقيقه هيكون رقم مرعب، وهو حوالي 5,750,000 جنيه، يعني حوالي 5750% من الرقم اللي انت استثمرت بيه في البدايه. ولو كملت 5 سنين كمان على نفس المنوال احب اقول لك ان الرقم ده هيوصل ل 44 مليون جنيه. وهي دي يا صديقي قوه المكسب المركب اللي تقريبا معظم الناس محدش بياخد باله منها او ان هي اصلا ممكنه من الاساس. ودلوقتي بعد ما فهمت قوه الفايده المركبه، هل تعتقد او شفت حد حواليك قدر يحقق فعلا ارباح ضخمه وكبيره جدا من الاستمراريه على نفس الربح لفتره كبيره من الزمن؟ يا ريت تشاركونا بارائكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه، ولو
ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.